السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة تحلية خفيفة جدا واقتصادية، يعني اي حد عنده شوية حليب في البيت هيقدر يعمل الوصفة الجميلة الرائعة اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل حلويات باردة مع بعض، اقتصادية وسريعة وبسيطة جدا وبمكونات اكيد متوفرة في كل بيت. حاجة كده سهلة وسريعة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت مننا خالص، حاجه كده ما بين البودنج والكريم بورليه. طعمها جميل جدا، حلو قوي، مميز جدا. قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفني، انا اسمي محمد عبد الجليل. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز الطبقه الكريميه. هنحتاج 8 معالق كبيره من الزبده، يعني بما يعادل نص كوبايه، وممكن سمنه او زيت براحتكم. على نار متوسطه كده الزبده تسيح، ما تخلوهاش تتحرق ولا يبقى لونها بني. وهنحط عليها كوبايه من الدقيق، كوبايه من الدقيق العادي بتاعنا العادي جدا. وهنقلب بقى الدقيق مع الزبده ونبدا نديله تحميره كده، يعني نسيبه يستوي مع الزبده تقريبا من 3 ل 4 دقايق، علشان طعم الدقيق بس ما يطلعش معايا ني ويبقى طعمه ظاهر في الحلو بتاعي. وبعد ما ياخد معايا تشويحه محترمه كده لمده 3 4 دقايق مثلا، هنبدا نضيف عليه لتر من الحليب، وهنبدا ننزل بالحليب واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا، ونبدا نقلب وننزل بالحليب زي ما قلنا واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا وما اعرفش اقلبه. واول ما بيوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، بنبدا نديله بقى معلقه فانيليا صغيره سايله او رشه فانيليا باودر كده عشان تديني نكهه بس مميزه مش اكتر. وبعد كده بنضيف نص كوبايه السكر، نص كوبايه من السكر. والسكر طبعا زي ما قلنا قبل كده ده نسبي على حسب احتياجكم وحبكم للسكريات، وندوبهم لحد ما يدوب السكر تماما معانا. كده السكر داب معايا ووصلنا للقوام ده، هو القوام ده اللي احنا عاوزينه وده القوام المطلوب مننا. بعد كده بنحطها في قالب صغير، يعني تقريبا 15 سم. وممكن تحطوها في صينيه كبيره بس سمكها هيبقى قصير، يعني مش هتبقى بالتخانه اللي احنا عاوزينها وهيبقى شكلها مش لطيف. او ممكن نحطها في اطباق صغيره زي اطباق الرز بلبن، مفيش مشكله، اللي يريحكم خالص. وببدا اديها خبطتين كده عشان تتوزع كويس. وبعد كده انا بسيبها تمسك نفسها شويه لمده تقريبا ساعه لحد ما نجهز الكراميل اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو اللي حطيناه على الوش. هنحتاج معلقتين كبار من النشا، وهنضيفهم على كوبايتين الا ربع من الميه البارده العاديه خالص، ميه من الحنفيه. وبنبدا نقلبهم مع بعض، ندوب النشا. وده الخليط اللي هنخلينا نعمل كراميل متماسك شبيه كده بالمهلبيه او زي الجيلي كده شويه.
وفي حله او في طاسه على النار، بس اهم حاجه ان الاناء بتاعي يكون لونه فاتح عشان اقدر اشوف الكراميل اللي انا هعمله. هنزل في الحله دي بكوبايه من السكر العادي، وابدا اوزعه توزيع خفيف كده، واسيبه لحد ما يبدا يتكرمل معايا. واول ما السكر بيبدا يتكرمل من الجوانب كده انا ببدا اقلبه. خدوا بالكم ايدكم فيه باستمرار وعينيكم عليه، لان احنا زي ما قلنا عايزين كراميل فاتح ما يكونش غامق. ولما السكر يدوب معايا ويتكرمل وياخد اللون ده والقوام ده، ببدا انزل عليه بالسائل اللي احنا جهزناه، وابدا اقلبه حبه حبه طبعا، وابدا اقلب فيه باستمرار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولو اتكتل معاكم مفيش مشكله، هو مع التقليب المستمر هيفك معاكي. ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، ونسيبه طبعا بعد كده يغلي لمده ربع ساعه لحد ما يوصل لقوام المهلبيه المتعارف عليه. طبعا هيديني قوام مهلبيه كده الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده احنا بننزله من على النار وبنسيبه حوالي 5 دقايق يبرد، بس عشان اعرف اصبه على طبقة الكريمة اللي احنا جهزناها. ودي طبقة الكريمة طبعا عملت قشرة زي ما انتم شايفين كده وبردت. انا طبعا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها بره ساعة بس كده لحد ما برد، يعني احنا مش هنحتاج ان احنا ندخلها التلاجة. بعد كده احنا بنصب الطبقة اللي احنا جهزناها دي، اللي هو البودنج اللي معانا او شبيه بالكريم بورليه، هو شبيه بيه تقريبا شوية. بنبدأ ننزل بيه على طبقة الكريمة كده، وببدأ اوزعها توزيع خفيف كده زي ما حضراتكم شايفين. احاول ان انا اوزعها على جميع، يعني بقدر الامكان كده اوزعها توزيعة كويسة على سطح الكريمة اللي معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة تحلية خفيفة جدا واقتصادية، يعني اي حد عنده شوية حليب في البيت هيقدر يعمل الوصفة الجميلة الرائعة اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل حلويات باردة مع بعض، اقتصادية وسريعة وبسيطة جدا، وبمكونات اكيد متوفرة في كل بيت. حاجة كده سهلة وسريعة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت مننا خالص. حاجه كده ما بين البودنج والكريم بورليه، طعمها جميل جدا، حلو قوي، مميز جدا. قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفني، انا اسمي محمد عبد الجليل. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز الطبقه الكريميه. هنحتاج 8 معالق كبيره من الزبده، يعني بما يعادل نص كوبايه، وممكن سمنه او زيت براحتكم. على نار متوسطه كده الزبده تسيح، ما تخلوهاش تتحرق،
ولا يبقى لونها بني. وهنحط عليها كوبايه من الدقيق، كوبايه من الدقيق العادي بتاعنا العادي جدا. وهنقلب بقى الدقيق مع الزبده ونبدا نديله تحميره كده، يعني نسيبه يستوي مع الزبده تقريبا من 3 ل 4 دقايق علشان طعم الدقيق بس ما يطلعش معايا ني ويبقى طعمه ظاهر في الحلو بتاعي. وبعد ما ياخد معايا تشويحه محترمه كده لمده 3 4 دقايق مثلا، هنبدا نضيف عليه لتر من الحليب، وهنبدا ننزل بالحليب واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا، ونبدا نقلب وننزل بالحليب زي ما قلنا واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا وما اعرفش اقلبه. واول ما بيوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، بنبدا نديله بقى معلقه فانيليا صغيره سايله او رشه فانيليا باودر كده عشان تديني نكهه بس مميزه مش اكتر. وبعد كده بنضيف نص كوبايه السكر، نص كوبايه من السكر. والسكر طبعا زي ما قلنا قبل كده ده نسبي على حسب احتياجكم وحبكم للسكريات، وندوبهم لحد ما يدوب السكر تماما معانا. كده السكر داب معايا ووصلنا للقوام ده، هو القوام ده اللي احنا عاوزينه وده القوام المطلوب مننا. بعد كده بنحطها في قالب صغير يعني تقريبا 15 سم، وممكن تحطوها في صينيه كبيره بس سمكها هيبقى قصير، يعني مش هتبقى بالتخانه اللي احنا عاوزينها وهيبقى شكلها مش لطيف. او ممكن نحطها في اطباق صغيره زي اطباق الرز بلبن، مفيش مشكله اللي يريحكم خالص. وببدا اديها خبطتين كده عشان تتوزع كويس، وبعد كده انا بسيبها تمسك نفسها شويه لمده تقريبا ساعه لحد ما نجهز الكراميل اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو اللي حطيناه على الوش. هنحتاج معلقتين كبار من النشا، وهنضيفهم على كوبايتين الا ربع من الميه البارده العاديه خالص، ميه من الحنفيه. وبنبدا نقلبهم مع بعض، ندوب النشا، وده الخليط اللي هنخلينا نعمل كراميل متماسك شبيه كده بالمهلبيه او زي الجيلي كده شويه. وفي حله او في طاسه على النار، بس اهم حاجه ان الاناء بتاعي يكون لونه فاتح عشان اقدر اشوف الكراميل اللي انا هعمله. هنزل في الحله دي بكوبايه من السكر العادي، وابدا اوزعه توزيع خفيف كده واسيبه لحد ما يبدا يتكرمل معايا. واول ما السكر بيبدا يتكرمل من الجوانب كده انا ببدا اقلبه. خدوا بالكم ايدكم فيه باستمرار وعينيكم عليه، لان احنا زي ما قلنا عايزين كراميل فاتح ما يكونش غامق. ولما السكر يدوب معايا ويتكرمل وياخد اللون ده والقوام ده، ببدا انزل عليه بالسائل اللي احنا جهزناه، وابدا اقلبه حبه حبه طبعا، وابدا اقلب فيه باستمرار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولو اتكتل معاكم مفيش مشكله، هو مع التقليب المستمر هيفك معاكي، ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده.
ونسيبه طبعا بعد كده يغلي لمدة ربع ساعة لحد ما يوصل لقوام المهلبية المتعارف عليه. طبعا هيديني قوام مهلبية كده الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده احنا بننزله من على النار وبنسيبه حوالي 5 دقايق يبرد بس عشان اعرف اصبه على طبقة الكريمة اللي احنا جهزناها. ودي طبقة الكريمة طبعا عملت قشرة زي ما انتوا شايفين كده وبردت. انا طبعا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها بره ساعة بس كده لحد ما برد، يعني احنا مش هنحتاج ان احنا ندخلها التلاجة. بعد كده احنا بنصب الطبقة اللي احنا جهزناها دي اللي هو البودنج اللي معانا او شبيه بالكريم بورليه، هو شبيه بيه تقريبا شوية. بنبدأ ننزل بيه على طبقة الكريمة كده وببدأ اوزعها توزيع خفيف كده زي ما حضراتكم شايفين. احاول ان انا اوزعها على جميع، يعني بقدر الامكان كده اوزعها توزيعة كويسة على سطح الكريمة اللي معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة تحلية خفيفة جدا واقتصادية، يعني اي حد عنده شوية حليب في البيت هيقدر يعمل الوصفة الجميلة الرائعة اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل حلويات باردة مع بعض اقتصادية وسريعة وبسيطة جدا وبمكونات اكيد متوفرة في كل بيت. حاجة كده سهلة وسريعة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت مننا خالص. حاجه كده ما بين البودنج والكريم بورليه، طعمها جميل جدا، حلو قوي، مميز جدا. قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفني، انا اسمي محمد عبد الجليل. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز الطبقه الكريميه. هنحتاج 8 معالق كبيره من الزبده، يعني بما يعادل نص كوبايه، وممكن سمنه او زيت براحتكم. على نار متوسطه كده الزبده تسيح، ما تخلوهاش تتحرق ولا يبقى لونها بني. وهنحط عليها كوبايه من الدقيق، كوبايه من الدقيق العادي بتاعنا العادي جدا. وهنقلب بقى الدقيق مع الزبده ونبدا نديله تحميره كده، يعني نسيبه يستوي مع الزبده تقريبا من 3 ل 4 دقايق علشان طعم الدقيق بس ما يطلعش معايا ني ويبقى طعمه ظاهر في الحلو بتاعي. وبعد ما ياخد معايا تشويحه محترمه كده لمده 3 4 دقايق مثلا، هنبدا نضيف عليه لتر من الحليب
وهنبدأ ننزل بالحليب واحدة واحدة عشان ما يتكتلش معايا، ونبدأ نقلب وننزل بالحليب زي ما قلنا واحدة واحدة عشان ما يتكتلش معايا ومعرفش اقلبه. واول ما بيوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده بنبدا نديله بقى معلقه فانيليا صغيره سايله او رشه فانيليا باودر كده عشان تديني نكهه بس مميزه مش اكتر. وبعد كده بنضيف نص كوبايه السكر، نص كوبايه من السكر. والسكر طبعا زي ما قلنا قبل كده ده نسبي على حسب احتياجكم وحبكم للسكريات، وندوبهم لحد ما يدوب السكر تماما معانا. كده السكر داب معايا ووصلنا للقوام ده، هو القوام ده اللي احنا عاوزينه وده القوام المطلوب مننا. بعد كده بنحطها في قالب صغير يعني تقريبا 15 سم، وممكن تحطوها في صينيه كبيره بس سمكها هيبقى قصير يعني مش هتبقى بالتخانه اللي احنا عاوزينها وهيبقى شكلها مش لطيف، او ممكن نحطها في اطباق صغيره زي اطباق الرز بلبن، مفيش مشكله اللي يريحكم خالص. وببدا اديها خبطتين كده عشان تتوزع كويس، وبعد كده انا بسيبها تمسك نفسها شويه لمده تقريبا ساعه لحد ما نجهز الكراميل اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو اللي حطيناه على الوش. هنحتاج معلقتين كبار من النشا وهنضيفهم على كوبايتين الا ربع من الميه البارده العاديه خالص، ميه من الحنفيه، وبنبدا نقلبهم مع بعض ندوب النشا. وده الخليط اللي هنخلينا نعمل كراميل متماسك شبيه كده بالمهلبيه او زي الجيلي كده شويه. وفي حله او في طاسه على النار، بس اهم حاجه ان الاناء بتاعي يكون لونه فاتح عشان اقدر اشوف الكراميل اللي انا هعمله. هنزل في الحله دي بكوبايه من السكر العادي وابدا اوزعه توزيع خفيف كده واسيبه لحد ما يبدا يتكرمل معايا. واول ما السكر بيبدا يتكرمل من الجوانب كده انا ببدا اقلبه. خدوا بالكم ايدكم فيه باستمرار وعينيكم عليه، لان احنا زي ما قلنا عايزين كراميل فاتح ما يكونش غامق. ولما السكر يدوب معايا ويتكرمل وياخد اللون ده والقوام ده ببدا انزل عليه بالسائل اللي احنا جهزناه وابدا اقلبه حبه حبه طبعا، وابدا اقلب فيه باستمرار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولو اتكتل معاكم مفيش مشكله، هو مع التقليب المستمر هيفك معاكي، ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، ونسيبه طبعا بعد كده يغلي لمده ربع ساعه لحد ما يوصل لقوام المهلبيه المتعارف عليه. طبعا هيديني قوام مهلبيه كده الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده احنا بننزله من على النار وبنسيبه حوالي 5 دقايق يبرد بس عشان اعرف اصبه على طبقة الكريمة اللي احنا جهزناها. ودي طبقة الكريمة طبعا عملت قشرة زي ما انتوا شايفين كده وبردت. انا طبعا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها بره ساعة بس كده لحد ما برد، يعني احنا مش هنحتاج ان احنا ندخلها التلاجة. بعد كده احنا بنصب الطبقة اللي احنا جهزناها دي اللي هو البودنج
اللي معانا او شبيه بالكريم بورليه، هو شبيه بيه تقريبا شويه، بنبدا ننزل بيه على طبقه الكريمه كده، وببدا اوزعها توزيع خفيف كده زي ما حضراتكم شايفين. احاول ان انا اوزعها على جميع، يعني بقدر الامكان كده اوزعها توزيعه كويسه على سطح الكريمه اللي معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة تحلية خفيفة جدا واقتصادية، يعني اي حد عنده شوية حليب في البيت هيقدر يعمل الوصفة الجميلة الرائعة اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل حلويات باردة مع بعض، اقتصادية وسريعة وبسيطة جدا، وبمكونات اكيد متوفرة في كل بيت. حاجة كده سهلة وسريعة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت مننا خالص، حاجه كده ما بين البودنج والكريم بورليه. طعمها جميل جدا، حلو قوي، مميز جدا. قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفني، انا اسمي محمد عبد الجليل. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز الطبقه الكريميه. هنحتاج 8 معالق كبيره من الزبده، يعني بما يعادل نص كوبايه، وممكن سمنه او زيت براحتكم. على نار متوسطه كده، الزبده تسيح، ما تخلوهاش تتحرق ولا يبقى لونها بني. وهنحط عليها كوبايه من الدقيق، كوبايه من الدقيق العادي بتاعنا العادي جدا. وهنقلب بقى الدقيق مع الزبده ونبدا نديله تحميره كده، يعني نسيبه يستوي مع الزبده تقريبا من 3 ل 4 دقايق، علشان طعم الدقيق بس ما يطلعش معايا ني ويبقى طعمه ظاهر في الحلو بتاعي. وبعد ما ياخد معايا تشويحه محترمه كده لمده 3 4 دقايق مثلا، هنبدا نضيف عليه لتر من الحليب، وهنبدا ننزل بالحليب واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا، ونبدا نقلب وننزل بالحليب زي ما قلنا واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا وما اعرفش اقلبه. واول ما بيوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، بنبدا نديله بقى معلقه فانيليا صغيره سايله او رشه فانيليا باودر كده عشان تديني نكهه بس مميزه
مش اكتر. وبعد كده بنضيف نص كوبايه السكر، نص كوبايه من السكر. والسكر طبعا زي ما قلنا قبل كده ده نسبي على حسب احتياجكم وحبكم للسكريات. وندوبهم لحد ما يدوب السكر تماما معانا. كده السكر داب معايا ووصلنا للقوام ده. هو القوام ده اللي احنا عاوزينه، وده القوام المطلوب مننا. بعد كده بنحطها في قالب صغير، يعني تقريبا 15 سم. وممكن تحطوها في صينيه كبيره بس سمكها هيبقى قصير، يعني مش هتبقى بالتخانه اللي احنا عاوزينها وهيبقى شكلها مش لطيف. او ممكن نحطها في اطباق صغيره زي اطباق الرز بلبن، مفيش مشكله، اللي يريحكم خالص. وببدا اديها خبطتين كده عشان تتوزع كويس. وبعد كده انا بسيبها تمسك نفسها شويه لمده تقريبا ساعه لحد ما نجهز الكراميل اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو اللي حطيناه على الوش. هنحتاج معلقتين كبار من النشا، وهنضيفهم على كوبايتين الا ربع من الميه البارده العاديه خالص، ميه من الحنفيه. وبنبدا نقلبهم مع بعض، ندوب النشا. وده الخليط اللي هنخلينا نعمل كراميل متماسك شبيه كده بالمهلبيه او زي الجيلي كده شويه. وفي حله او في طاسه على النار، بس اهم حاجه ان الاناء بتاعي يكون لونه فاتح عشان اقدر اشوف الكراميل اللي انا هعمله. هنزل في الحله دي بكوبايه من السكر العادي، وابدا اوزعه توزيع خفيف كده واسيبه لحد ما يبدا يتكرمل معايا. واول ما السكر بيبدا يتكرمل من الجوانب كده انا ببدا اقلبه. خدوا بالكم ايدكم فيه باستمرار وعينيكم عليه، لان احنا زي ما قلنا عايزين كراميل فاتح ما يكونش غامق. ولما السكر يدوب معايا ويتكرمل وياخد اللون ده والقوام ده، ببدا انزل عليه بالسائل اللي احنا جهزناه، وابدا اقلبه حبه حبه طبعا، وابدا اقلب فيه باستمرار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولو اتكتل معاكم مفيش مشكله، هو مع التقليب المستمر هيفك معاكي. ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. ونسيبه طبعا بعد كده يغلي لمده ربع ساعه لحد ما يوصل لقوام المهلبيه المتعارف عليه. طبعا هيديني قوام مهلبيه كده الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده احنا بننزله من على النار وبنسيبه حوالي 5 دقايق يبرد، بس عشان اعرف اصبه على طبقة الكريمة اللي احنا جهزناها. ودي طبقة الكريمة طبعا عملت قشرة زي ما انتوا شايفين كده وبردت. انا طبعا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها بره ساعة بس كده لحد ما برد، يعني احنا مش هنحتاج ان احنا ندخلها التلاجة. بعد كده احنا بنصب الطبقة اللي احنا جهزناها دي، اللي هو البودنج اللي معانا او شبيه بالكريم بورليه، هو شبيه بيه تقريبا شوية. بنبدأ ننزل بيه على طبقة الكريمة كده، وببدأ اوزعها توزيع خفيف كده زي ما حضراتكم شايفين. احاول ان انا اوزعها على جميع، يعني بقدر الامكان كده اوزعها توزيعة كويسة على سطح الكريمة اللي معانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة تحلية خفيفة جدا واقتصادية، يعني اي حد عنده شوية حليب في البيت هيقدر يعمل الوصفة الجميلة الرائعة اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل حلويات باردة مع بعض، اقتصادية وسريعة وبسيطة جدا، وبمكونات اكيد متوفرة في كل بيت. حاجة كده سهلة وسريعة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت مننا خالص. حاجة كده ما بين البودنج والكريم بورليه، طعمها جميل جدا، حلو قوي، مميز جدا. قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفني، انا اسمي محمد عبد الجليل. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز الطبقه الكريميه. هنحتاج 8 معالق كبيره من الزبده، يعني بما يعادل نص كوبايه، وممكن سمنه او زيت براحتكم. على نار متوسطه كده الزبده تسيح، ما تخلوهاش تتحرق ولا يبقى لونها بني. وهنحط عليها كوبايه من الدقيق، كوبايه من الدقيق العادي بتاعنا العادي جدا. وهنقلب بقى الدقيق مع الزبده ونبدا نديله تحميره كده، يعني نسيبه يستوي مع الزبده تقريبا من 3 ل 4 دقايق، علشان طعم الدقيق بس ما يطلعش معايا ني ويبقى طعمه ظاهر في الحلو بتاعي. وبعد ما ياخد معايا تشويحه محترمه كده لمده 3 4 دقايق مثلا، هنبدا نضيف عليه لتر من الحليب، وهنبدا ننزل بالحليب واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا، ونبدا نقلب وننزل بالحليب زي ما قلنا واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا وما اعرفش اقلبه. واول ما بيوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، بنبدا نديله بقى معلقه فانيليا صغيره سايله او رشه فانيليا باودر كده، عشان تديني نكهه بس مميزه مش اكتر. وبعد كده بنضيف نص كوبايه السكر، نص كوبايه من السكر. والسكر طبعا زي ما قلنا قبل كده ده نسبي على حسب احتياجكم وحبكم للسكريات، وندوبهم لحد ما يدوب السكر تماما معانا. كده السكر داب معايا ووصلنا للقوام ده، هو القوام ده اللي احنا عاوزينه، وده القوام المطلوب مننا. بعد كده بنحطها في قالب صغير، يعني تقريبا 15 سم، وممكن تحطوها في صينيه كبيره بس سمكها هيبقى قصير، يعني مش هتبقى بالتخانه اللي احنا عاوزينها وهيبقى شكلها مش لطيف. او ممكن نحطها في اطباق صغيره زي اطباق الرز بلبن، مفيش مشكله، اللي يريحكم خالص. وببدا اديها خبطتين كده عشان تتوزع كويس. وبعد كده انا بسيبها تمسك نفسها شويه لمده تقريبا ساعه، لحد ما نجهز الكراميل اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو اللي حطيناه على الوش. هنحتاج معلقتين كبار من النشا، وهنضيفهم على كوبايتين الا ربع من الميه البارده العاديه خالص، ميه من الحنفيه. وبنبدا نقلبهم مع بعض، ندوب النشا، وده الخليط اللي هنخلينا نعمل كراميل متماسك شبيه كده بالمهلبيه او زي الجيلي كده شويه.
وفي حله او في طاسه على النار. بس اهم حاجه ان الاناء بتاعي يكون لونه فاتح عشان اقدر اشوف الكراميل اللي انا هعمله. هنزل في الحله دي بكوبايه من السكر العادي، وابدا اوزعه توزيع خفيف كده، واسيبه لحد ما يبدا يتكرمل معايا. واول ما السكر بيبدا يتكرمل من الجوانب كده انا ببدا اقلبه. خدوا بالكم ايدكم فيه باستمرار وعينيكم عليه، لان احنا زي ما قلنا عايزين كراميل فاتح ما يكونش غامق. ولما السكر يدوب معايا ويتكرمل وياخد اللون ده والقوام ده، ببدا انزل عليه بالسائل اللي احنا جهزناه، وابدا اقلبه حبه حبه طبعا، وابدا اقلب فيه باستمرار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولو اتكتل معاكم مفيش مشكله، هو مع التقليب المستمر هيفك معاكي. ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، ونسيبه طبعا بعد كده يغلي لمده ربع ساعه لحد ما يوصل لقوام المهلبيه المتعارف عليه. طبعا هيديني قوام مهلبيه كده الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده احنا بننزله من على النار وبنسيبه حوالي 5 دقايق يبرد، بس عشان اعرف اصبه على طبقة الكريمة اللي احنا جهزناها. ودي طبقة الكريمة طبعا عملت قشرة زي ما انتم شايفين كده وبردت. انا طبعا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها بره ساعة بس كده لحد ما برد، يعني احنا مش هنحتاج ان احنا ندخلها التلاجة. بعد كده احنا بنصب الطبقة اللي احنا جهزناها دي، اللي هو البودنج اللي معانا او شبيه بالكريم بورليه، هو شبيه بيه تقريبا شوية. بنبدأ ننزل بيه على طبقة الكريمة كده، وببدأ اوزعها توزيع خفيف كده زي ما حضراتكم شايفين. احاول ان انا اوزعها على جميع، يعني بقدر الامكان كده اوزعها توزيعة كويسة على سطح الكريمة اللي معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة تحلية خفيفة جدا واقتصادية، يعني اي حد عنده شوية حليب في البيت هيقدر يعمل الوصفة الجميلة الرائعة اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل حلويات باردة مع بعض، اقتصادية وسريعة وبسيطة جدا، وبمكونات اكيد متوفرة في كل بيت. حاجة كده سهلة وسريعة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت مننا خالص. حاجه كده ما بين البودنج والكريم بورليه، طعمها جميل جدا، حلو قوي، مميز جدا. قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفني، انا اسمي محمد عبد الجليل. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز الطبقه الكريميه. هنحتاج 8 معالق كبيره من الزبده، يعني بما يعادل نص كوبايه، وممكن سمنه او زيت براحتكم. على نار متوسطه كده الزبده تسيح، ما تخلوهاش تتحرق،
ولا يبقى لونها بني. وهنحط عليها كوبايه من الدقيق، كوبايه من الدقيق العادي بتاعنا العادي جدا. وهنقلب بقى الدقيق مع الزبده ونبدا نديله تحميره كده، يعني نسيبه يستوي مع الزبده تقريبا من 3 ل 4 دقايق علشان طعم الدقيق بس ما يطلعش معايا ني ويبقى طعمه ظاهر في الحلو بتاعي. وبعد ما ياخد معايا تشويحه محترمه كده لمده 3 4 دقايق مثلا، هنبدا نضيف عليه لتر من الحليب، وهنبدا ننزل بالحليب واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا، ونبدا نقلب وننزل بالحليب زي ما قلنا واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا وما اعرفش اقلبه. واول ما بيوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، بنبدا نديله بقى معلقه فانيليا صغيره سايله او رشه فانيليا باودر كده عشان تديني نكهه بس مميزه مش اكتر. وبعد كده بنضيف نص كوبايه السكر، نص كوبايه من السكر. والسكر طبعا زي ما قلنا قبل كده ده نسبي على حسب احتياجكم وحبكم للسكريات، وندوبهم لحد ما يدوب السكر تماما معانا. كده السكر داب معايا ووصلنا للقوام ده، هو القوام ده اللي احنا عاوزينه وده القوام المطلوب مننا. بعد كده بنحطها في قالب صغير يعني تقريبا 15 سم، وممكن تحطوها في صينيه كبيره بس سمكها هيبقى قصير، يعني مش هتبقى بالتخانه اللي احنا عاوزينها وهيبقى شكلها مش لطيف. او ممكن نحطها في اطباق صغيره زي اطباق الرز بلبن، مفيش مشكله اللي يريحكم خالص. وببدا اديها خبطتين كده عشان تتوزع كويس، وبعد كده انا بسيبها تمسك نفسها شويه لمده تقريبا ساعه لحد ما نجهز الكراميل اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو اللي حطيناه على الوش. هنحتاج معلقتين كبار من النشا، وهنضيفهم على كوبايتين الا ربع من الميه البارده العاديه خالص، ميه من الحنفيه. وبنبدا نقلبهم مع بعض، ندوب النشا، وده الخليط اللي هنخلينا نعمل كراميل متماسك شبيه كده بالمهلبيه او زي الجيلي كده شويه. وفي حله او في طاسه على النار، بس اهم حاجه ان الاناء بتاعي يكون لونه فاتح عشان اقدر اشوف الكراميل اللي انا هعمله. هنزل في الحله دي بكوبايه من السكر العادي، وابدا اوزعه توزيع خفيف كده واسيبه لحد ما يبدا يتكرمل معايا. واول ما السكر بيبدا يتكرمل من الجوانب كده انا ببدا اقلبه. خدوا بالكم ايدكم فيه باستمرار وعينيكم عليه، لان احنا زي ما قلنا عايزين كراميل فاتح ما يكونش غامق. ولما السكر يدوب معايا ويتكرمل وياخد اللون ده والقوام ده، ببدا انزل عليه بالسائل اللي احنا جهزناه، وابدا اقلبه حبه حبه طبعا، وابدا اقلب فيه باستمرار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولو اتكتل معاكم مفيش مشكله، هو مع التقليب المستمر هيفك معاكي، ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده.
ونسيبه طبعا بعد كده يغلي لمدة ربع ساعة لحد ما يوصل لقوام المهلبية المتعارف عليه. طبعا هيديني قوام مهلبية كده الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده احنا بننزله من على النار وبنسيبه حوالي 5 دقايق يبرد بس عشان اعرف اصبه على طبقة الكريمة اللي احنا جهزناها. ودي طبقة الكريمة طبعا عملت قشرة زي ما انتم شايفين كده وبردت. انا طبعا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها بره ساعة بس كده لحد ما برد، يعني احنا مش هنحتاج ان احنا ندخلها التلاجة. بعد كده احنا بنصب الطبقة اللي احنا جهزناها دي اللي هو البودنج اللي معانا او شبيه بالكريم بورليه، هو شبيه بيه تقريبا شوية. بنبدأ ننزل بيه على طبقة الكريمة كده وببدأ اوزعها توزيع خفيف كده زي ما حضراتكم شايفين. احاول ان انا اوزعها على جميع، يعني بقدر الامكان كده اوزعها توزيعة كويسة على سطح الكريمة اللي معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة تحلية خفيفة جدا واقتصادية، يعني اي حد عنده شوية حليب في البيت هيقدر يعمل الوصفة الجميلة الرائعة اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل حلويات باردة مع بعض اقتصادية وسريعة وبسيطة جدا وبمكونات اكيد متوفرة في كل بيت. حاجة كده سهلة وسريعة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت مننا خالص. حاجه كده ما بين البودنج والكريم بورليه، طعمها جميل جدا، حلو قوي، مميز جدا. قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفني، انا اسمي محمد عبد الجليل. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز الطبقه الكريميه. هنحتاج 8 معالق كبيره من الزبده، يعني بما يعادل نص كوبايه، وممكن سمنه او زيت براحتكم. على نار متوسطه كده الزبده تسيح، ما تخلوهاش تتحرق ولا يبقى لونها بني. وهنحط عليها كوبايه من الدقيق، كوبايه من الدقيق العادي بتاعنا العادي جدا. وهنقلب بقى الدقيق مع الزبده ونبدا نديله تحميره كده، يعني نسيبه يستوي مع الزبده تقريبا من 3 ل 4 دقايق علشان طعم الدقيق بس ما يطلعش معايا ني ويبقى طعمه ظاهر في الحلو بتاعي. وبعد ما ياخد معايا تشويحه محترمه كده لمده 3 4 دقايق مثلا، هنبدا نضيف عليه لتر من الحليب
وهنبدأ ننزل بالحليب واحدة واحدة عشان ما يتكتلش معايا، ونبدأ نقلب وننزل بالحليب زي ما قلنا واحدة واحدة عشان ما يتكتلش معايا ومعرفش اقلبه. واول ما بيوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده بنبدا نديله بقى معلقه فانيليا صغيره سايله او رشه فانيليا باودر كده عشان تديني نكهه بس مميزه مش اكتر. وبعد كده بنضيف نص كوبايه السكر، نص كوبايه من السكر. والسكر طبعا زي ما قلنا قبل كده ده نسبي على حسب احتياجكم وحبكم للسكريات، وندوبهم لحد ما يدوب السكر تماما معانا. كده السكر داب معايا ووصلنا للقوام ده، هو القوام ده اللي احنا عاوزينه وده القوام المطلوب مننا. بعد كده بنحطها في قالب صغير يعني تقريبا 15 سم، وممكن تحطوها في صينيه كبيره بس سمكها هيبقى قصير يعني مش هتبقى بالتخانه اللي احنا عاوزينها وهيبقى شكلها مش لطيف، او ممكن نحطها في اطباق صغيره زي اطباق الرز بلبن، مفيش مشكله اللي يريحكم خالص. وببدا اديها خبطتين كده عشان تتوزع كويس، وبعد كده انا بسيبها تمسك نفسها شويه لمده تقريبا ساعه لحد ما نجهز الكراميل اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو اللي حطيناه على الوش. هنحتاج معلقتين كبار من النشا وهنضيفهم على كوبايتين الا ربع من الميه البارده العاديه خالص، ميه من الحنفيه، وبنبدا نقلبهم مع بعض ندوب النشا. وده الخليط اللي هنخلينا نعمل كراميل متماسك شبيه كده بالمهلبيه او زي الجيلي كده شويه. وفي حله او في طاسه على النار، بس اهم حاجه ان الاناء بتاعي يكون لونه فاتح عشان اقدر اشوف الكراميل اللي انا هعمله. هنزل في الحله دي بكوبايه من السكر العادي وابدا اوزعه توزيع خفيف كده واسيبه لحد ما يبدا يتكرمل معايا. واول ما السكر بيبدا يتكرمل من الجوانب كده انا ببدا اقلبه. خدوا بالكم ايدكم فيه باستمرار وعينيكم عليه، لان احنا زي ما قلنا عايزين كراميل فاتح ما يكونش غامق. ولما السكر يدوب معايا ويتكرمل وياخد اللون ده والقوام ده ببدا انزل عليه بالسائل اللي احنا جهزناه وابدا اقلبه حبه حبه طبعا، وابدا اقلب فيه باستمرار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولو اتكتل معاكم مفيش مشكله، هو مع التقليب المستمر هيفك معاكي، ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، ونسيبه طبعا بعد كده يغلي لمده ربع ساعه لحد ما يوصل لقوام المهلبيه المتعارف عليه. طبعا هيديني قوام مهلبيه كده الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده احنا بننزله من على النار وبنسيبه حوالي 5 دقايق يبرد بس عشان اعرف اصبه على طبقة الكريمة اللي احنا جهزناها. ودي طبقة الكريمة طبعا عملت قشرة زي ما انتوا شايفين كده وبردت. انا طبعا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها بره ساعة بس كده لحد ما برد، يعني احنا مش هنحتاج ان احنا ندخلها التلاجة. بعد كده احنا بنصب الطبقة اللي احنا جهزناها دي اللي هو البودنج
اللي معانا او شبيه بالكريم بورليه، هو شبيه بيه تقريبا شويه، بنبدا ننزل بيه على طبقه الكريمه كده، وببدا اوزعها توزيع خفيف كده زي ما حضراتكم شايفين. احاول ان انا اوزعها على جميع، يعني بقدر الامكان كده اوزعها توزيعه كويسه على سطح الكريمه اللي معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة تحلية خفيفة جدا واقتصادية، يعني اي حد عنده شوية حليب في البيت هيقدر يعمل الوصفة الجميلة الرائعة اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل حلويات باردة مع بعض، اقتصادية وسريعة وبسيطة جدا، وبمكونات اكيد متوفرة في كل بيت. حاجة كده سهلة وسريعة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت مننا خالص. حاجه كده ما بين البودنج والكريم بورليه، طعمها جميل جدا، حلو قوي، مميز جدا. قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفني، انا اسمي محمد عبد الجليل. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز الطبقه الكريميه. هنحتاج 8 معالق كبيره من الزبده، يعني بما يعادل نص كوبايه، وممكن سمنه او زيت براحتكم. على نار متوسطه كده، الزبده تسيح، ما تخلوهاش تتحرق ولا يبقى لونها بني. وهنحط عليها كوبايه من الدقيق، كوبايه من الدقيق العادي بتاعنا العادي جدا. وهنقلب بقى الدقيق مع الزبده، ونبدا نديله تحميره كده، يعني نسيبه يستوي مع الزبده تقريبا من 3 ل 4 دقايق، علشان طعم الدقيق بس ما يطلعش معايا ني، ويبقى طعمه ظاهر في الحلو بتاعي. وبعد ما ياخد معايا تشويحه محترمه كده لمده 3 4 دقايق مثلا، هنبدا نضيف عليه لتر من الحليب، وهنبدا ننزل بالحليب واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا، ونبدا نقلب وننزل بالحليب زي ما قلنا واحده واحده عشان ما يتكتلش معايا وما اعرفش اقلبه. واول ما بيوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، بنبدا نديله بقى معلقه فانيليا صغيره سايله، او رشه فانيليا باودر كده، عشان تديني نكهه بس مميزه
مش اكتر. وبعد كده بنضيف نص كوبايه السكر، نص كوبايه من السكر. والسكر طبعا زي ما قلنا قبل كده ده نسبي على حسب احتياجكم وحبكم للسكريات. وندوبهم لحد ما يدوب السكر تماما معانا. كده السكر داب معايا ووصلنا للقوام ده. هو القوام ده اللي احنا عاوزينه، وده القوام المطلوب مننا. بعد كده بنحطها في قالب صغير، يعني تقريبا 15 سم. وممكن تحطوها في صينيه كبيره بس سمكها هيبقى قصير، يعني مش هتبقى بالتخانه اللي احنا عاوزينها وهيبقى شكلها مش لطيف. او ممكن نحطها في اطباق صغيره زي اطباق الرز بلبن، مفيش مشكله، اللي يريحكم خالص. وببدا اديها خبطتين كده عشان تتوزع كويس. وبعد كده انا بسيبها تمسك نفسها شويه لمده تقريبا ساعه لحد ما نجهز الكراميل اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو اللي حطيناه على الوش. هنحتاج معلقتين كبار من النشا، وهنضيفهم على كوبايتين الا ربع من الميه البارده العاديه خالص، ميه من الحنفيه. وبنبدا نقلبهم مع بعض، ندوب النشا. وده الخليط اللي هنخلينا نعمل كراميل متماسك شبيه كده بالمهلبيه او زي الجيلي كده شويه. وفي حله او في طاسه على النار، بس اهم حاجه ان الاناء بتاعي يكون لونه فاتح عشان اقدر اشوف الكراميل اللي انا هعمله. هنزل في الحله دي بكوبايه من السكر العادي، وابدا اوزعه توزيع خفيف كده واسيبه لحد ما يبدا يتكرمل معايا. واول ما السكر بيبدا يتكرمل من الجوانب كده انا ببدا اقلبه. خدوا بالكم ايدكم فيه باستمرار وعينيكم عليه، لان احنا زي ما قلنا عايزين كراميل فاتح ما يكونش غامق. ولما السكر يدوب معايا ويتكرمل وياخد اللون ده والقوام ده، ببدا انزل عليه بالسائل اللي احنا جهزناه، وابدا اقلبه حبه حبه طبعا، وابدا اقلب فيه باستمرار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولو اتكتل معاكم مفيش مشكله، هو مع التقليب المستمر هيفك معاكي. ونستمر في التقليب لحد ما يوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. ونسيبه طبعا بعد كده يغلي لمده ربع ساعه لحد ما يوصل لقوام المهلبيه المتعارف عليه. طبعا هيديني قوام مهلبيه كده الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده احنا بننزله من على النار وبنسيبه حوالي 5 دقايق يبرد، بس عشان اعرف اصبه على طبقة الكريمة اللي احنا جهزناها. ودي طبقة الكريمة طبعا عملت قشرة زي ما انتوا شايفين كده وبردت. انا طبعا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها بره ساعة بس كده لحد ما برد، يعني احنا مش هنحتاج ان احنا ندخلها التلاجة. بعد كده احنا بنصب الطبقة اللي احنا جهزناها دي، اللي هو البودنج اللي معانا او شبيه بالكريم بورليه، هو شبيه بيه تقريبا شوية. بنبدأ ننزل بيه على طبقة الكريمة كده، وببدأ اوزعها توزيع خفيف كده زي ما حضراتكم شايفين. احاول ان انا اوزعها على جميع، يعني بقدر الامكان كده اوزعها توزيعة كويسة على سطح الكريمة اللي معانا.